بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية إنزال الوحي وريه. يعني شكل نازل بنا وحيه. تمام. اتفق أهل السنة، اتفاق كدنا أهل السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل. نوري نازل به هاتي نازل كرن. واختلفوا في معنى الإنزال، قال بيجي منزل وقال بيجي منزل. اختلاف كان معنى إنزال إذا كان شوايا نازل به. فمنهم من قال إنك قلتنا إظهار القراءة. قلتنا يعني ينزل إظهار قراءته، يعني قراءة وضايع عشق كريم خدای تعالى. ومنهم من قال إنك قلت إن الله تعالى ألهم كلامه جبريل عليه السلام. قلتنا خدای تعالى كلامه خو إلهام جيش جبرائيل را، وهو في السماء ده آسمان ده، وهو عالي من المكان. طيب خدای الآسمان أما عاليج مكانه دوره. يعني بين سماء وسماء كي خدا زانه. يعني جهة المكان تسميه ليس كمثله شيء. وعلمه قراءته بيدا على الماندن، ثم جبريل أداه في الأرض. بشر جبريل أنيا أرضي وهو يهبط في المكان. نوري طبي جبريل كتير جيا ضاد كوي جيا نوري. وفي التنزيل طريقة دي نازل كناوي دا دروه دريهن. تمام. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين رسول الله انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية. رسول الله دركت يش شكل بشي إنسانيته بصورة ملكيته، وكملك ملكته، وأخذه من جبريل وجبريل قلت. والثاني أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه. بأساس ملائكات بيجي انخلع إلى البشرية، يعني أو درباسي إنسانية بيه. حتى رسول الله جاي يعني يا رسول الله كتير درموية أو كتير درم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساس يعني شكل يكون روايتك مثلا بيت جبرائيل هات وفلان. جانا بشكل أوضح هاتية شكل يعني أو إنسان هاتية ورسول الله صلى الله عليه وسلم. جانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال ليش يدبون دبي شغل درما رسول الله كت وقت درما وان يعني بشكل كي كوجي بكره. والأول أصعب الحالين. يعني وش خوي بهذه السورة شيء يعني ها نوري. إيه أول ده زورة يعني سورة البشرية إلى سورة الملكية، رسول الله صلى الله عليه وسلم خيدان ده أو دبو نوري. وأشد وطأة على الرسول صلى الله عليه وسلم طبي خاطنا ويسر رسول الله تهشتل أو شيء الوحي. الوحي. آه. سئل الإمام الزهري هاتي سؤال كان رحمه الله عن الوحي، سؤال وحي جهات يكرن. فقال الوحي ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء فيثبته في قلبه فيتكلم به ويكتبه وهو كلام الله. قلت يا وحي شيخ خدای تعالى وحي كبال نبيك بيخبرك بيخبره والقلب وانده صابتك او جي بيخبر دون ويصدق. هو كلام الله وكلام خدای وحي. ومن ما لا يتكلم به ولا يكتب لأحد ولا يأمر بكتابته. قسمك جي نا ملائكة بيخبر بيخبر ده نا ياستكش كثيرا نا أمر بكتابته، ولكنه يحدث به الناس حديثا وخبردان جي صارت بشه. ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبين لهم إياه، والبيان كجوانا قدر أمر يكريه وجن صار البيان وتبليغهم. وعلى هذا يكون الجزء الأول من كلامي يعني القرآن الكريم. نوري طب القرآن فيات مك جزء أول كلامي خدا قصة قرآنه. ويقصد بالشرط الآخر السنة الشريفة. إدنيجي يازناك هناك وانات بيجت بخدا وات بيجا أمري خدا أذن هي خدا أذن جانا رسول حسيتنا حديثة يعني أوجه حديث تقصير. فكلاهما وحي من الله. هذا الوحي خدانا الأول باللفظ والمعنى. إيه بس قسمي القرآن هم لفظ هم معنى خدايا، والثاني بمعنى دون اللفظ. سنة تجي بمعنى ينب لفظي. كيفية الوحي بري شكل وحي. ذكر علماء الوحي كيفيات. طبي علماء وحي راهن كي شكل كنا. أول وان أن يأتي الملك في مثل صلصلة الجرس. الملائكة ورا وكا دنج زيلي دنج زيل. وهو أشد حالات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنشدت حالات الوحي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سألت النبي بيجي مش الرسول صلى الله عليه وسلم هل تحس بالوحي تحسكي؟ فقال أسمع صلاسل إنك أود دنقاس حسكم، ثم أسكت عند ذلك أتسكنم، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبل. هل جارك وحي جمراتي أدمن قازي بمرم. الثانية إدواء أن ينفث في روعي الكلام نفثا. هذا نفثا من اللي ذاك كتب بفكرن قلب الروح قلب الروح روح ترسى روح قلبه ضمي.
تي بفكرين قلبي من خبردان يعني تي قافتين قلبي من وقافتين كما قال إن روح القدس نفث في روعي دبي روح القدس يعني جبرائيل يعني قافت قلبي من مم. يعني بفكر قلبي من كلام قافت قلبي من. مم. الثالثة أن يأتيه في سورة الرجل وملائكة سورة إسلام وراء فيكلمه برا خبر ده نوري كما في الصحيح صحيح وأحيانا يتمثل لي الملك تصحيح صعيدة هكي وتجانا ملك جمر خياط به رجلا زلام فيكلمه مرا خبر ده نوري مم. فأعي ما يقول أثبت كم شيء بيجي وهو أهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حسب الرسول الله أتى الرابعة إشارة أن يأتيه الملك في النوم خوضة وراء فيبلغه الآيات آيات جرى الخامسة إيه بينجا أن يكلمه الله سبحانه خداية تعالى بين خبر ده إما في اليقظة يا شيار كما حصل في ليلة الإسراء إسراء ده أشق بين خبر ده شيار أو في نوم يا نوم خوضة كما ورد في حديث معاص أتاني ربي مهات فقال جبراك شكل خطنا خدا صار نوري فقال فيما يختصم الملأ الأعلى وتملأ الأعلى حقيقة شيء لا ترتش مش تبين يعني ملائكته جميع ربي العالمين قد واحد زي فهمت كيف؟ بس. وقد أخرج ابن سعد عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها قالت ابن سعد عائشة رواية كلية بيقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وقت وحي نازل سري ببونا نوري مم. يخط في رأسي ويتزبد من البني هذا هي يتغير لونه قضي جوري بس. شكيتنا باش قالوا مم. غلطي إذا غطيت النام والمخنوق مم. نخيله يعني يخط في رأسي يعني هو خرج بيت كات خرختين يدخل واخر خربيق بس. بيت كات ويتزبد وجهه قيدان دا مم. دقشتبو ويجد بردا في ثناياه درين دانو يبيش جمدي ويعرق قيدان دا حتى يتحدر منه مثل الجمان وكأوا إنجا قيدان جي تدخل مم. فهمت كي؟ مم. وكا حبيسيف يعني مهر جلسة مستكمل. وأخذ ماشي. دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شوي